السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة. كل سنة وانتم طيبين. خلاص شم النسيم. يا رب يجعلها ايام مباركة علينا يا رب وعلى الامة الاسلامية. هو عادة يعني احنا احتفالنا بشم النسيم مش بالمعنى اللي هو الحرفي اللي هو ان احنا بنحتفل كعيد، لا هو احنا يعني هو يعتبر عيد، عيد محبة، يعني في كمية مشاعر حلوة بس مش اكتر. فاحتفالنا بيه هو بس بالمحبة وبالمشاعر الطيبة، وكلنا نبقى كويسين مع بعض، نحب بعض، دي اهم حاجة. تمام. انا حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، عيد ربيع سعيد على اخواتنا المسيحيين يا رب. انا بالمناسبه دي قلت اقول لهم كل سنه وهم طيبين، عيد سعيد، عيد قيامه سعيد عليكم يا رب وعلى العالم كله يا رب. النهارده بقى مش عايزه ارغي كتير، النهارده قلت اعمل ايه بقى؟ صينيه بطاطس. انا نقعه اهي، مقطعه بطاطس ونقعها في ميه، وهي الطماطم اهي وقرن فلفل، وهنا عامله بقى فراخ متبلاها. هي عباره عن وراك زي ما انتم شايفين اهي، وراك واسمها 2 وراك. انا اولادي كلهم بيحبوا الوراك، يعني اكتر حاجه بيعشقوها. انا دايما بجيبها لهم وبحشيها لهم كده بالحشوه اللي انتوا عارفينها، طماطم وبصل وتوابل وعصرة ليمون، واسيبها تتنقع اهو. سايباها بقى كده في التتبيله بتاعتها. تمام. وهبتدي بقى ايه اسبك للبطاطس. يلا بينا تعالوا نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين يا بنات كده، انا بشرت بصلايه وحطيت الطماطم اهي عصرتها، اسيبها بقى تتسبك. وهنا عندي شوربه كانت زايده من اي اكل، من فراخ وبتاع، فبضطر ان انا اشيلها احفظها في اكياس، ولما احب اجي استعملها بحب استعملها اهي يا بنات. الشوربه دي اهو بس عشان البخار، دي بتنفعني يا بنات لما باجي اعمل صينيه بطاطس كده. ببقى عامله الفراخ لوحدها فببقى محتاجه شوربه، فبضطر ان انا الشوربه اللي بحطها في الفريزر بتنفعني. دي هستعملها ان شاء الله في صينيه البطاطس. هسيبها بقى تتسبك. يلا بقى يا جماعه نملح كده التسبيكه بتاعتنا، نحط كده ملح. خلي بالكم الشوربه تعتبر متبله، انا مش هكتر كده ملح. تمام، عشان ايه الاكل ما يحدقش. ونحط ايه فلفل اسود. تمام، ما تكتريش برضو اهو زي ما انتوا شايفين يا بنات اهي. البطاطس حطيت لها الشوربه بتاعتها، وهنبتدي نحط قرنين فلفل كده عشان تدي طعم. هتاخد غلوتين وادخلها الفرن، ونفس الكلام برضو الفراخ تاخد غلوتين وادخلها الفرن. شايفين يا بنات العصاره اللي بتطلع اهي؟ هو ده اللي انا بقول لكم عليه، تطلع. فهي دي اللي بتسوي ايه الفراخ. تمام. وما بحطلهاش السمنه نهائي، هي بتنزل سمنتها ودهونها منها فيها، تبقى جميله جدا يا بنات. يلا اكمل سوا وارجع لكم. ده يا بنات الشكل النهائي لصينيه البطاطس بتاعتنا. جميله قمر ما شاء الله، اللهم بارك. الف هنا على قلوبكم. طبعا الاسود ده فلفل اخضر اللي انا حطيته اهي. زي ما انتوا شايفين صينيه البطاطس اهي، تحفه تحفه تحفه. وادي صينيه الفراخ يا بنات اهي. قلت لكم هي اللي هتنزل العصاره بتاعتها وهتنزل الدهون اللي فيها، ما حطيتلهاش اي سمنه ولا اي حاجه. وزي ما انتوا شايفين اهي، اللهم بارك. مش عارفه الكاميرا مبينه ولا لا. وادي يا بنات عملت شوربه لسان عصفور تستاهل بقكم اهي. كل ده من الشوربه اللي انا شلتها يا بنات اهي. لسان عصفور من الشوربه اللي انا كنت شايلاها في الفريزر اهو. ودي يا بنات الرز بتاعي مفلفل بالشعريه، اللهم بارك. تمام. وده اكلتنا النهارده يا بنات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يلا اشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.